اخيرا يا جدعان خلاص بقى، خلصنا من ام الدوشه والوجع الدماغ دوت، وحسينا ان احنا بنلعب مثلا المغرب تونس مش عارف ايه، رجعونا بقى ايام زمان، ايام الثمانينات والتسعينات والكلام دوت، لما كنت بتقابل مثلا المغرب في تصفيات وتقعد تطلع ميتين اهلك لحد لما تصعد كاس العالم، وتقعد بقى تحسب مش عارف ايه. إيه يا جدعان، ده اثيوبيا وسيراليون ومش عارف مين ومش عارف مين كنا بنلعبهم اقسم بالله، وجيبوتي اللي واخده نقطه الماتش هتلاقي الماتش الجاي. جيبوتي دي إيه يا جدعان في ايه؟ مش الدرجه دي يعني يعني. المهم كسبنا النهارده شبه رسمي خلاص، كانت تاهل كاس العالم النهارده نشوف باذن الله، ومبروك على منتخب مصر ان شاء الله خير باذن الله. الماتش الجاي هتلعب جيبوتي، وبعد كده غينيا في ارضك. إيه يا عم تعادل مع جيبوتي الماتش يا عم، اخسر مع جيبوتي، اخسر يا عم ما تقرفناش بقى، اخسر مع جيبوتي وتعال هنا تعاد اكسب في غينيا في ارضك، واصعد كاس العالم يا عم، وتوجعش دماغ ابونا. اه يا جماعه صحيح، قبل ما انسى، قبل اي حاجه يا ريت عندي تخشوا عندي في الصفحه، هتلاقوا لينك القناه بتاعت اليوتيوب في البايو، خشوا اعملوا اشتراك عشان نوصل 1000 مشترك. اقسم بالله الدنيا بايظه بايظه. بصوا يا جماعه، قبل اي حاجه نشكر كابتن حسام على مجهوده، والنهارده شبه رسمي تاهلنا كاس العالم، يشكر الراجل، الف شكر كابتن حسام. تمام زي الفل. حلو حلو. تاني حاجه بقى انا عايز اتكلم فيها، النهارده اقعد 70 دقيقه مدافع 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 مرصوص ورا، دنيا رصه ورا، ايه اتوبيسات واقفه كلها، اتوبيسات يا باشا، بحمل كله حلو. فين بقى ان اطلع من الدفاع للهجوم؟ فين انا بقى لما اكون مدرب بعمل تكتيك اوصل فرقتي من الدفاع للهجوم واعمل هجمه مرتده صح؟ يا عم مش لازم كل مره، بعمل هي مره اتنين احس كده ان ايه، ان في حاجه بتتعمل. النهارده بس قاعد 70 دقيقه مستني الخازوق يجي، قسما بالله مستني الخازوق. ما هو النهارده كان في هجمه كوره كانت عرضيه، كانت ممكن تيجي فينا جول، كان ممكن كوره زيزو اللي حطها رجله فيها شالها لي، كانت ممكن يحطها جول، كانت اي هجمه علينا كانت ممكن تيجي جول. فرقه تعبانه قدامك، وفرقه تعبانه، امال بقى لو فرقه جامده كانت ممكن تحصل فيك ايه؟ معلش. انت بس النهارده اخر ربع ساعه واخر 20 دقيقه بس اللي عرفت تعمل هجمه مرتده كويسه، ليه بقى؟ عشان الفريق قدامك خلاص بقى سلم، قال لك خلاص ما عادش يا باشا فيها كلام، هاجم. ما عادش خلاص، هنطلع من كاس العالم، هنطلع من تصفيات كاس العالم، الموضوع انتهى. هاجم يا باشا، في مساحات بقى خلاص اتفتحت قدامك. فانا ما اقعدش النهارده 70 دقيقه مستني الجون يجي فيا. معلش يعني يا عم، اعمل لي يا عم الحاج هجمه مرتده هجمتين كده، احس ان في مدرب قاعد بيفكر بيعمل هجمه صح مرتده صح، يوصل لي الجون يوصل الفريق قدامي. ومش هتكلم في تشكيل، ما دام انت طلعت باللي انت عايزه خلاص، مع ان عندي اعتراضات كتير قوي على التشكيل. فين هو ندرشين؟ فين حسام عبد المجيد؟ فين الناس دي؟ انت منزلهم من الاخر، منزلهم من الاخر مش عارف كام دقيقه، غير بقى مصطفى محمد هنتكلم فيه. بس فين الناس دي؟ في كوكا مع احترامي له بس يعني في ناس كتير، يعني في ناس كتير قسما بالله، يعني هقول ايه بس، خلينا نخش ونتكلم في الباقي. نيجي بقى لمصطفى محمد، يعني انا مش فاهم لحد دلوقتي هو انت جايبه ليه طيب؟ يعني انت جايبه ليه كابتن حسام؟ ما كنت سبت الراجل في فرنسا قاعد مع فرقته والدنيا زي الفل. هتفرق ايه يعني ال 20 دقيقه لعبهم؟ 20 دقيقه ايه ده؟ هم 15 دقيقه لعبهم في الماتش كله، في ماتشين، 10 دقائق هنا وربع وخمس دقائق هنا. طب انت جايبه ليه يا كابتن حسام؟ معلش يعني انت كده معلش انا اسف، انت كده بتهزقه قسما بالله بجد. يعني معلش لما يكون لاعب بيلعب في فريق نانت الفرنسي ومحترف، العب عليه اسمه ايه ده، هو اسمه ايه، فيصل. مع احترام فيصل اللي هو احسن منه اقسم بالله يلعب، وقلت ده الماتش، وقلت دوت الكلام دوت الفيديو اللي فات، بس ما يلعبش عليه. انت عندك محترف وويلدنج وقوي والنهارده نزل برضو ضيع كام فرصه، كان بس معلش، بس برضو كان عامل خطوره عليه، خطوره بيفرق كمهاجم عن فيصل، عنده على الاقل خبرات احسن من فيصل، على الاقل الطول بتاعه استغله كمحطه، اعمل اي حاجه يعني احسن من يوم عنده الهيدرز جامد محترم. مهاجم، ما عندك مهاجم جايبه من فرنسا عشان بس يلعب ربع ساعه؟ لا معلش، في حاجه مش مظبوطه اقسم بالله، في الحوار ده في حاجه مش مظبوطه. وبينه وبينك يا عم مصطفى الراجل عنده حق برضه، يعني معلش يعني ثلاث كور ده بالجون يا عم، حط واحده فيهم يا اخي، اي منظر يا عم كده في العرض يا عم، حطها فوق اي نيله بتلات خشبات حتى يا اخي، خلي عندنا شويه دم بقى يا اخي، نحس بقى يا اخي. الراجل عنده حق قسما بالله. كرة الجون بتاعت صلاح مش فارق معايا قسما بالله، جون مش فارق معايا اي نيله، انا فارق بس معايا الاعاده. فين الاعاده يا ابني؟ ولا تزكي ده ايه شغل العصافير دوت، وشغل التدريبات ده يعني انت يا ابني الحاجات دي تعملها في التدريبات، مش في ماتشات رسميه. عملتها مره اتنين تلاته خلاص، مش عاوز تيجي معاك، هي ارض مش عاوز تيجي معاك، انت مش روبن يعني هتجيب من اول مره او تاني مره خلاص، هي مش عاوز تيجي خلاص، قفلت، نغير بقى. صراحه النهارده كان كويس جدا، كان عاجبني اداؤه، كان عاجبني تحركه، كان عاجبني تمركزه، كان عاجبني بساطه، كان في تركيز النهارده على الماتش اللي فات بكتير جدا. اخر حاجه الف سلامه على مرموش، ان شاء الله تكون بسيطه، وان شاء الله الماتش الجاي تكون مع فريقك السيتي باذن الله، ومبروك لمصر.